كل سؤال هتجاوبه صح هتكسب فيه 100 جنيه. السؤال الاخير السؤال الرابع عشان تاخد كل ال 300 دول وعليهم 300 كمان لازم تجاوب السؤال الرابع صح، والا يضيع عليك ال 300 الاولانيين. ايه رايك؟ موافق؟ طيب خلي الحصاله في ايدك بقى. السؤال الاولاني، انت طبعا سمعت عن حاجه اسمها الفسيفساء، سمعت عنها؟ سمعت طبعا. طيب ايه يا ترى الفسيفساء دي؟ نوع من الامراض. الفسيفساء هل هي نوع من الامراض اللي بتصيب البشره بالفتافيس، ولا هي اكله شعبيه في الاسكيمو، ولا هي مرض بيصيب المعده؟ الفسيفساء انت سمعت عنها طبعا. ايه بقى هي الفسيفساء دي؟ هي اكله شعبيه في اسكيمو. اكله شعبيه في الاسكيمو. برافو عليك، برافو برافو عليك. لا 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 لا، ادي اول 100 جنيه اهي. ركز اهي هنا جوه الصندوق. دلوقتي داروين اكتشف في نظريه اينشتاين عدد الشعيرات في راس الجنين. في راس الجنين يا ترى كم عدد الشعيرات في راس الجنين المولود؟ هل هي 6 مليار ولا 2 مليون ولا 5000؟ ركز ركز 6 مليار ولا 2 مليون ولا لا ما حدش غششه يا جماعه، هو معلوماته كويسه، هو معلوماته كويسه. 6 مليار. كم؟ 6 مليار. برافو برافو. ما هو مش محتاج. السؤال الثالث بقى بيقول ايه هي نوع الطاقه اللي لازمه لانطلاق موتوسيكل بسرعه 5 كيلو متر في الساعه؟ انا نوع اللي يحتاجها الموتوسيكل عشان ينطلق بسرعه 5 كيلو متر في الساعه؟ بيمشي بطاقه ايه؟ بطاقه شمسيه ولا بطاقه عائليه ولا بطاقه تموينيه؟ بطاقه تموينيه ولا بطاقه شمسيه ولا بطاقه عائليه؟ شمسيه. الله ينور عليك. انت لا ده الراجل معلوماته صح. طيب السؤال الرابع بيقول، وهو السؤال المفتاح، بيقول ايه اللي وزنه اتقل، الفيل ولا الحصان؟ الفيل طبعا. الايه؟ الفيل طبعا. طبعا الفيل. حظك وحش. معلش. لا الفيل. معلش. لا يا عم. لا ايه يا عم الفيل اللي اتقل. الفيل اتقل من الحصان؟ يا راجل مين قال كده؟ هو ايدك. ايه دي؟ ايه؟ الفيل اتقل. الحصان يا لا عم. الفيل يا عم. يعني عايزني انا اصدقك في الاجابه دي؟ لا سوري يا فندم. لا حظك وحش بقى. حظك وحش يا عم الفيل. بقول لك غلط. اوعى. يا عم الفيل اتقل. غلط.